المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. بدأ تطعيم سرطان عنق الرحم يوم الاثنين. نفير للحصاد في هيكوتا. ارتياح لخدمات التعليم الثانوي في عدلته. كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات يصل مداه للقارة الأمريكية. محكمة هولندية تقضي بالسجن المؤبد ل3 متهمين بإسقاط الطائرة الماليزية. حريق بمبنى سكني في شمال قطاع غزة يودي بحياة أكثر من 20 شخصا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم سيبدأ في البلاد عامة يوم الاثنين القادم 21 من نوفمبر. وأوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني في الوزارة السيد تيدروس حدوغو إن حملة التطعيم التي تستمر حتى يوم الجمعة 25 من نوفمبر ستجري في 1382 مدرسة و301 مؤسسة صحية و250 نقطة مؤقتة، بالإضافة إلى 60 وحدة متنقلة للفتيات من عمر 9 وحتى 14، ويتوقع تطعيم 300 ألف فتاة. وذكر القيام بالاستعدادات اللازمة في المعدات والقدرات البشرية لإنجاح حملة التطعيم، مشيرا إلى إقامة لجان عمل في 67 مديرية وتنظيم أنشطة التوعية بجميع لغات البلاد منذ شهر سبتمبر. وأوضح أن التطعيم سيجري على مرحلتين، حيث ستنفذ المرحلة الأولى من 21 وحتى 25 من نوفمبر، والمرحلة الثانية بعد 6 أشهر في شهر مايو من عام 2023. ويجب على الفتيات من عمر 9 وحتى 14 التطعيم في المرحلتين. وقال بعد حملة التطعيم هذه يجب تطعيم الفتيات اللائي كن أقل من عمر 9 بالتوجه إلى المؤسسات الصحية. ودعا السيد تيدروس الشعب عامة وإدارات المديريات والضواحي لتعزيز التعاون لتطعيم حوالي 75 ألف فتاة تتواجد خارج المدرسة. قام السكان وأعضاء الجيش الشعبي وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية هيكوتا بنفير حصاد، وشارك في النفير أكثر من 7600 شخص حصدوا خلاله مساحة تبلغ 750 هكتارا في مشروعي عد عمر وفانكو، تابعة للمرابطين للدفاع عن الوطن. وأوضح مسؤول متابعة القرى والمشاريع في المديرية السيد فسحية أبرهة لوكالة الأنباء الإريترية جمع محصول الذرة من 450 هكتارا في مشروعي عد عمر وفانكو و300 هكتار في 12 ضاحية. وقال إن البرنامج مواصلة للبرامج التي ظلت جارية لمساعدة المحتاجين. أعرب سكان عدردي عن الارتياح لارتقاء المدرسة الابتدائية والمتوسطة إلى المرحلة الثانوية لتسهم في مواصلة الطلاب التعليم خاصة الإناث. وأوضح مدير المديرية الأستاذ سليمان عثمان انخفاض مقاطعة التعليم خاصة الطالبات بسبب البعد والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية بعد ارتقاء المدرسة للمرحلة الثانوية. وذكر ارتفاع المشاركة في التعليم عامة بنسبة 30% والطالبات بنسبة 50%، ويشارك حوالي 240 طالبا فاتتهم فرص التعليم في العمر المحدد في برنامج عريوت. وأشار إلى وجود برنامج لبناء سور للمدرسة وتشجيرها، داعيا الجهات المعنية للاهتمام لإدخال خدمات الكمبيوتر للدفع بالعملية التعليمية في المدرسة. تلقت 40 امرأة في مديرية الرعتة وعدي في مديرية وسط دنكاليا دورة تدريبية ل3 أشهر في أشغال السعف، ونظمها الاتحاد الوطني للمرأة. أوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم السيدة سعدية إبراهيم في مراسم التخريج التي جرت يومي 15 و16 من نوفمبر إن الاتحاد يعمل لتمكين المرأة مهنيا بهدف استطاعة المرأة الراعية من الاعتماد على نفسها. وذكر مدير مديرية الرعت السيد هبت أب جبرآب والمدير التنفيذي في إدارة مديرية وسط دنكاليا السيد آدم عبد الله إن إدارتهما ستتعاون مع المتدربات لتطبيق التدريب عمليا.
وتعهدت المتدربات للاستفادة من التدريب في العمل. أفاد مسؤول الصحة العامة في مديرية فرو الممرض ميكائيل جبرات إصحاح بيئة 96% في المديرية، وأوضح أن عملية إصحاح البيئة التي بدأت في قرى محدودة عام 2009 وظلت تسير ببطء ليجري العمل فيها من جديد بقوة من عام 2019، وستعمل القرى المتبقية على إصحاح بيئتها قريبا. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية فرو السيد زرزجين مريم تجهيز الأدوات ومساعدة المحتاجين ساعد على نجاح البرنامج. هذا وتخطر مديرية فرو أكثر من 9000 أسرة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل اليابانية أن كوريا الشمالية أطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على ما يبدو، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل وفقا لسيول وطوكيو. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا أصغر وتحذيرها من ردود عسكرية أعنف على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيرا لعدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات. من جانبها ذكرت وزارة الدفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ هو الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل الرأس النووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة. وأدانت الولايات المتحدة بشدة ما وصفته بأنه تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى أطلقته كوريا الشمالية، وقالت اليابان أن مداه كاف لضرب القارة الأمريكية. أدان القضاء الهولندي 3 متهمين وبرأ آخر في قضية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم MH17 في سماء أوكرانيا عام 2014 في حادث مأساوي أسفر عن مصرع 298 راكبا وطاقم الطائرة. وفي هذا الإطار تمت إدانة الروسيين إيغور جيركين وسيرجي دوينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو بالقتل وبأداء دور في إسقاط طائرة، فيما تمت تبرئة الروسي أوليغ بولاتوف وفق رئيس المحكمة هندريك ستينيسوس. وحكم على المدانين الثلاثة غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل وتسبب في تحطم طائرة، إلا أن الثلاثة لا يزالون أحرارا ورفضوا حضور المحاكمة التي استمرت 2.5 عام في هولندا وعقبت تحقيقا دوليا. ورحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقرار، في المقابل نددت روسيا بما اعتبرته حكما سياسيا. قضى 21 فلسطينيا على الأقل بينهم 7 أطفال جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. وقال مدير مستشفى الإندونيسي في جباليا صلاح أبو ليلى وصلت إلى المستشفى نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا، مشيرا إلى أن من بين الوفيات 7 أطفال. وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من 3 طوابق. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق بأنه فاجعة وطنية وأعلن الحداد ليوم واحد. أطلقت الهند صاروخ فيكرام اس، وهو أول صاروخ يتم تطويره عن طريق القطاع الخاص، وذلك في خطوة فارقة في جهود البلاد لبناء صناعة فضاء تجارية. وانطلق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 545 كيلوغراما وطورته شركة الفضاء الناشئة سكاي روت من موقع الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الهندية بالقرب من شيناي. وتبلغ سرعة الصاروخ 5 أمثال سرعة الصوت، ويستطيع حمل ما يصل إلى 83 كيلوغراما لمسافة 100 كيلومتر.
وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار. وقال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد نحو 5 دقائق من إطلاقه. وقالت الشركة إن ما يقرب من 100 شخص شاركوا في أول مشروع إطلاق لها. أطلق على الصاروخ اسم فيكرام ساربهاي، وهو فيزيائي وفلكي هندي يعتبر مؤسس برنامج الفضاء الهندي. أختم نشرة الأخبار بتذكير بالعناوين. بدأ تطعيم سرطان عنق الرحم يوم الاثنين القادم. نفير للحصاد في هيكوتا. ارتياح لخدمات التعليم الثانوي في عدن. كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات يصل مداه للقارة الأمريكية. محكمة هولندية تقضي بالسجن المؤبد ل3 متهمين بإسقاط الطائرة الماليزية. حريق بمبنى سكني في شمال قطاع غزة يودي بحياة أكثر من 20 شخصا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.